الناس المستغربه ليه سبت ايفون 16 برو ماكس ورحت للاس 24 الترا، اقول لك هنا ميزه من ضمن 100 ميزه موجوده في الموبايل ده، وده تاني فيديو في السلسله بتاعتنا. اعمل لايك وتعالى اقول لك ايه الميزه. لو انت فاكر ان الاس بين بتاعك عشان بس تعمل شويه الحركات دي كده وتبدل ما بين الكاميرا الاماميه والخلفيه، فانت غلطان. لا، في استعمال تاني للاس بين ممكن يكون مفيد جدا ليك وانت ما تعرفش. هتروح على جوجل بلاي او الستور اللي في الموبايل عندك، وهتكتب بين ماوس اس، اهي اسمها، وهتدخل كده هتلاقي التطبيق ده. اعمل له تحميل. انا هنا منزل التطبيق. اول ما التطبيق ينزل معاك هيفتح بالشكل ده. دي الستبس اللي بيقول لك ازاي تشغل بيها البرنامج. خلينا في اخر ستيب بتاعت الاكسسبيليتي. هتروح دايس هنا، هيقول لك روح على الانستولد ابس اللي هي التطبيقات المثبته عندك. هتلاقي اسم البرنامج اهو بين ماوس اس، هتروح مشغله من هنا كده. مجرد ان انت ما تشغله هتروح راجع تاني. وما تنساش لازم يكون الاير اكشنز بتاعت القلم شغاله عندك هنا. تمام. هتروح جاي حاطط القلم في التليفون، وهتستنى شويه. اول ما تروح مطلع القلم، خلاص القلم كده المفروض ان هو عامل كونكت معانا وشغال. هتدوس ستارت اير ماوس، وهتعمل كده. هتلاقي ان القلم بتاعك بقى عباره عن ماوس. تقدر تتحكم في الموبايل بتاعك وتدوس على كل الزراير اللي انت عايزها. انا اهو، انا بتحكم بالقلم اهو. وتعلي الحساسيه بتاعت القلم من هنا وتوطيها. تمام. ودي بتتحكم في حجم الكيرسور، حجم الماوس نفسه قد ايه. تمام. هنيجي بقى نرجع هنا. انت بتعمل كل حاجه بالقلم حرفيا. تقدر تنزل البار من فوق، تقدر تطلع البار تاني عادي، تروح يمين تروح شمال، والماوس شغال معاك. والصراحه فكرته لذيذه. لو انت سايب التليفون بعيد مثلا او بتصور حاجه وما عندكش ماوس عادي، ومش عايز ايدك تبان مثلا او تعمل اي حاجه، دي ممكن فكره، او ممكن تلاقي لها 100,000 فكره تانية تسهل عليك استخدامك للتليفون. والصراحه الفكره دي انا شايفها لذيذه. لو انت التليفون بعيد عنك والاس بين معاك، مش مجرد ان انت تتحكم في كاميرا بس، لا، انت بتقدر تتحكم في كل حاجه من الاس بين. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك واشترك. لو انت على التيك توك اعمل لايك وفولو، علشان اللايك بتاعك بيفرق معايا كتير جدا. بس كده، سلام، صلى على النبي.